بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ننعي أصدقائنا وأخواتنا. الإنسان الكويس ربنا يرحمه ويجعل مثوى الجنة. الإنسان بيموت ملهوش إلا السيرة. إن الله وإنا إليه راجعون. في مصطفى درويش. طبعا الإنسان كان فعال الخير، ربنا يا رب يرحمه ويجعل خيره قدامه في قبره بإذن الله. أنا حبيت كده أعمل الفيديو كده عن الموت. أعرفه ما هو اسمه. موت داير يدقدق على البيوت العطشانين، ياخد معاه الطيبين. مين اللي قال الموت فراق؟ الموت سباق ما فيهوش رجوع. ولا عادش افهم ليه بنلقاه بالدموع. بيقولوا ان الموت وجع، لكن حقيقي الموت جدع. باخد احضان الجدع ويسيب عالدنيا البدع. أطول مسافة ممكنة، الموت وطن لابد نلتقى. ما بيتعرفش بأزمنة، الموت بريء من حزننا. ساعة المطر لابد نجهز للسفر، علشان نغيب كما صاحبي غاب زي القمر. دنيا تراضي في المتراضي، رايحة وجاية تملي قصادي. ماسكة في ايده وتجيبله وكمان بتزيده. وبقول عادي، دنيا تعلي في المتعلي ومش بتخيب ولا حتى تجلي. ماشية الدادي في المتفخم المدادي، وبتقول عادي صاحبة علينا الدنيا وبتصعبها. ومفيش حاجة بتستصعبها، طايلة ايديها ومن طولناها. يعد الموت أصعب ما نواجهه، فنحن لا نتخيل الحياة بدون أحبائنا إلا أنه حق لا محال. لذلك يجب أن نكون دائما على أتم الاستعداد لمواجهته والاستقبال بأعمالنا الصالحة التي أوصانا الله بها. وفيها يأتي أجمل ما قيل عن وقته. لا يأتي الموت متأخرا أبدا في موت أحدهم. خبر للآخر، شيئان لا تستطيع التحديق بهما، الشمس والموت. ليس الموت وراء الجبال بل وراء الأكتاف. يجب ألا نبكي على أصدقائنا، إنها رحمة الله التي نفقدهم بالموت ولا نفقدهم وهم أحياء. كم من عزيز أزل الموت مصرعه، كانت على رأسه الرايات تخفق. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والداء واحد. إنما الموت منتهى وكل حي لم يصيب مالك من الملك خلده. سنة الله في العباد وأمر ناطق عن بقاياه لن يرد. يحكون عن شيخ المرسلين نوحا عليه السلام أنه جاء ملك الموت ليتوفاه بعد أكثر من 1000 سنة عاشها قبل الطوفان. وبعدها فسأله: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا؟ فقال: قد دار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. صل يا قلبي إلى الله، فإن الموت آت. صلي فالنازع لا تبقى له غير الصلاة. والموت حق، ولكن ليس كل فتى يبكى عليه إذا يعروه فقدان. لا يوجد وهم يبدو كأنه حقيقة مثل الحب، ولا حقيقة نتعامل معها كأنها الوهم. مثل الموت موت يسير معه رحمة خير من اليسر، وطول البقاء وقد بلونا العيش. أطوار فما وجدنا فيه غير الشقاء. الخوف من الموت غريزة حية لا معابة، لا معابة فيها. وإنما العيب أن يتغلب هذا، إنما العيب أن يتغلب هذا الخوف علينا ولا نتغلب عليه. يموت الجبناء مرات عديدة قبل أن يأتي أجلهم، أما الشجعان فيذوقون الموت مرة واحدة. الخيانة كالموت لا تسمح البتة، بالفوارق لا يعني الموت شيئا، لكن أن تعيش مهزوما وذليلا يعني أن تموت يوميا. إذا غمرت في شرف مروم لا تقنع بها دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت أمر عظيم. لا تحتسبوا أني أخاف الزمان أو أرهب الموت إذا الموت حان الوقت. حقا لست أخشى الرد، وإنما أخشى فوات الأوان. يجعلنا الموت نتساوى في القبر ليس في الأبدية.
يموت الحصان ويبقى سرجه، ينتهي الإنسان ويبقى اسمه. الموت جمل أسود يرقع أمام الأبواب. الموت خير من ركوب العار، والعار خير من دخول النار. في موت الذئب حياة للغنم. الموت أكبر من جبل وأصغر من شعره. إذا ذكرت الموت فعد نفسك أحدهما استقبال الموت خيرا من استدباره. شيئان قطع عني لذة الدنيا، ذكر الموت والوقوف بين يدي الله. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. الجنة موت محرمات وموت الممنوعات. الجنة موت السلطات، الجنة موت الملل، موت التعب، موت اليأس. الجنة موت الموت. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه، ننسى بمصرعه آثار موتانا. لا بد من موت ففكر واعتبر وانظر أنفسك وانتبه، ناعس ألا يا ابن الذين فنوا وبادوا. والله ما بادوا. لتبقى أضحكني ثلاث وأبكاني وأضحكني ثلاث. أضحكني مؤلم الدنيا والموت يطلبه، وغافل ليس بمغفول عنه. وضاحك ملء فيه وليس يدري هل أرضى ربه أم أسخطه وأبكاني. بتمنى اللي تشوف الفيديو ده تعمل لايك. فراق الأحبة محمد وحزبه، وهو المطلع عند غمرات الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل. يوم تبدو السرائر ثم لا أدري إلى جنة أم إلى نار. قيل في الموت والحياة العديد من الأقوال فيما يأتي ذكرها. الجميع يسيرون في جنازة الميت، وكل واحد يبكي ميته الموت. الموت أنقى أفضل من الحياة مدنسا. من يخف الموت يخسر الحياة. الحياة حلم يوقظنا منه الموت عندما لا ندري ما هي الحياة. كيف يمكننا أن نعرف ما هو الموت؟ لو كان الموت يصنع شيئا لوقف مد الحياة، ولكنه قوة ضئيلة حثيرة بجانب قوة الحياة الذاخرة الظافرة الغامرة. من قوة الله الحي تنبثق الحياة وتنداح. ما ألزم عبد ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عنده. من عرف الموت هانا عليه مصائب الدنيا. يطفئ الموت ما تضيء الحياة، ووراء انطفاؤه ظلمات. كل عمل كرهتم أجله الموت فاتركه. والسلام عليكم ورحمة الله.